2004 ضابط شرطة سرية تكساس كان شاد صف مطعم ديال الوجبات السريعة. كان واقف وكيزومي بعينيه الناس اللي كاينين تما، بحال اي واحد واقف كيتسنى نوبته. هو كان حاضي جوج الناس كانوا كياكلوا في المطعم، وهاد الجوج مراقبهم هو النهار كامل. ملي لاح عيني عليهم غيشوف شي حاجة اللي غتشوكيه، وغادي يغمس صاحبو اللي معاه وغادي يتبعوهم. القصة ديال اليوم غتسرح بالخيال ديالك حتى تعيا، ولكن ما غاديش تقدر توقع الاحداث ديالها. وهاد القصة الاشارة فراه حقيقية. نهار 17/6/2004 مرا عمرها 21 عام وسميتها مولي دانييلز. مولي مزوجة وعندها جوج وليدات. غتوصل لدارها بعد نهار طويل في الخدمة في شركة ديكورات اللي كتخدم فيها في لا ريسبسيون. تدخل الباب ديال الدار غادي يمشي داك العيا كامل. ملي غادي تلقى راجلها كيلعب مع ولدها اللي عنده 4 سنين، وولدها الثاني اللي عنده عامين بال كيتفرج فيهم وكيضحك. سلمات على كليه وهي ناشطة وعاجبها الحال، وغادي تدخل طيب اليوم العشاء. الوضع المادي ديالهم كان صعيب، وراجلها كلاي غادي يجلس من الخدمة وغادي يبقى مقابل الأولاد، وهي اللي خدامة عليهم. يلا كتجيب التعادل في الاخر ديال الشهر. ولكن كانت عاجبها الحال وفرحانة حيت عندها عائلة زوينة، وحيت راجلها كان عزيز عليه ولادو ويراد ليهم البال وكيضحك معاهم ومهلي فيهم، وخصوصا ولدها اللي عنده 4 سنين. علاش؟ حيت هذا ماشي ولدو، هذا ولدها من راجلها الاول. دابا ملي تعرفنا على العائله ندخلوا للمفيد. فهاديك الليله ملي غيساليو العشاء الدراري غادي يمشيو ينعسوا في بيتهم، ومولي وكلاي غادي يجلسوا شويه يتفرجوا في التلفاز. شويه غادي تقول ليه مولي باللي راه عيات وغتمشي تنعس. كلاي قال لي انا مازال غادي نبقى فيق شويه. ملي طلعت البيت تنعس، وبالضبط مع 10 و45 دقيقه يلا بدا كيديها النعاس، وغادي تسمع صوت ديال الطوموبيل ديالها اللي في الكراج ديمارات. واحد شويه الطوموبيل غادا تتحرك، ما غاديش تصوب حيت غتطلع راجلها قال لها راه غادي نمشي نشوف امي. مره كيمشي يطلع على امه، وغادي ترجع تنعس عادي. مع 6 الصباح فاقش من النعاس، والغريب ان كلاي راجلها ما كانش حداها. مشات كتجري كطل من الشرجم باش تشوف الطوموبيل واش كاينه، ولكن الطوموبيل ما كانش في الكراج. قلبت الدار كامله ولكن ما كاينش. وهنا غادي تمشي تهز التليفون وعيطات على امو. جاوبتها امو قالت ليها واش كلاي بات عندك؟ قالت ليها لا، وقالت لي انا اصلا ما فراسيش بلي راه جاي عندي. المسافه اللي كاينه بين الدار ديالو ودار ديال امو كانت تقريبا واحد 65 كيلومتر. كانت كامله فيراجات وجات وسط الجبال، وهو مولفها طريق حيت ديما غادي يجي عند امو. واش كيقدر يكون كلاي دار شي اكسيدون في الطريق؟ امو قالت لها غير شكال معايا، انا غادي نمشي نقلب عليه وغادي نشوف الا كانت شي اكسيدون راه غادي نلقاه. وهادشي اللي دارت، ركبات في الطوموبيل ديالها وشدات الطريق. غادا وراده البال كتشوف اليمين وفي اليسار وكتقلب ليكون الطوموبيله ديال ولدها مقلبه في الطريق. وهي غاده شويه وهي غادي تبان ليها طوموبيلات ديال البوليس وسيارات الاسعاف والاطفاء كلشي مجموعين وحابسين الطريق. اول حاجه غطيح في بالها هذا ولدي ودار شي اكسيدون هنايا. وقفات الطوموبيله ديالها على اليمين ونزلات تمشي تشوف شنو كاين، ولكن البوليسي ما يخليهاش توصل تما حيت الطوموبيله كانت شاعله فيها العافيه ومازال رجال الاطفاء كيطفيو فيها. وهي كدوي مع البوليسي غتبان لها طوموبيله وشاعله فيها العافيه. غتسول البوليسي قالت لي واش هادي الطوموبيله ديال ولدي؟ قال لها هاد الساعه مازال ما عرفناش ديال من الطوموبيل، وغير شكالماي تيساليو رجال الاطفاء الخدمه ديالهم وديك الساعه غنعرفوا شنو كاين. مو ما غاديش تقدر تبقى تسنى، وغادي دير دوميتور وغدوز من واحد الطريق اخرى وغتمشي لدار ولدها وتهز معاها مرشو مولي باش يعرفوا اشنو كاين. نزلوا لقاو رجال الاطفاء سيطروا على الحريق وطفاو العافيه. مولي معاه غضرب على الطوموبيل غتعرف هذا طوموبيلتهم. ملي غيقربوا للطوموبيل غتبان ليهم ديال بنادم كامله مفحمه. فعلا ملي غيقلبوا اغراض ديالهم اللي كاينه في الطوموبيل غادي يتاكدوا باللي الطوموبيل ديالهم. ملي غتذيع الخبار كلشي غيتعاطف مع الام ديالو، والجيران كانوا عارفين الله يعمرها دار وانسانه داخله سوق راسها، وغادي يتعاونوا معاها غيجمعوا ليها $1000. كلشي كيبان هنا عادي، ولكن البوليس ما بانش ليهم هاد الحديث عادي وبداو كيبحثوا كيفاش وقعات هاد لاكسيدون. كاين شي حوايج اللي ما كانوش عاديين، واولها ما كانش لاطراس ديال البنوات في الارض، يعني ما دايرش شي فران، ما ضربش شي فران، الطوموبيله واقفه على خاطرها. البوليس شافوا بزاف ديال الحوادث بحال ما هادو، ولكن ما عمرو شافوا شي طوموبيل شعلات فيها العافيه بهاد الطريقه وحرقاتها كامله وما خلات فيها حتى شي حاجه، خلات فيها غير الكادر. وتا الجثه ديال كلا تفحمات كامله وبسرعه. وهنا البوليس غادي يبداو يفكروا واش فعلا هذه اكسيدون عاديه ولا جريمه قتل. ومن بعد ما دازت 4 ايام على هذا الحادث، المختبرات الجنائيه غادي يصيفطوا تقرير للشرطه اللي غادي ياكد كاع الشكوك ديالهم. التقرير كيقول انه كان واحد السائل قابل للاشتعال في الكراسي القداميين. هادشي علاش كانت العافيه كثيره وقويه بزاف.
والاهم من هادشي كامل والخطير غادي يلقاو بلي الريه ديالو كانت نقيه وما استنشقاش الدخان. هادشي كيبين ان كلاي فعلا مات مقتول، ومن بعد غيقادوا على انه حادث. وهنا ملي بدات كدور الاخبار في الدرب ان الموتة ديال كلاي مشبوهه، كيرجحوا البوليس انه غيكون مقتول، ولكن حتى واحد في الدرب ما غتجي غريبه، حيت الناس في الدرب ما كانوش كيحملوه، حيت كانوا فيه المشاكل وديما كيجبد الصداع مع عباد الله. تخيلوا لدرجه ان واحد من صحابه اللي كانوا عشرانو ديال بصح في الجنازه وغيقول لهم العالم بلا كلاي احسن. هادشي اللي غيخلي المحققين يقلبوا في الماضي ديالو باش يشوفوا واش عنده شي عداوات ولا عنده شي ناس كان عندهم مشاكل معاه ويقدروا يأذيوه. وهنا غادي يكتشفوا باللي 10 ايام قبل ما يموت كان عنده مشكل، وكان متهم بالاعتداء على بنت العمر ديالها 7 سنين، ولكن الحكم اللي خداه كان مخفف بزاف، غادي يحكموا عليه بالسجن 30 يوم فقط. الاب ديال هاد البنت اللي كان عمرها 7 سنين كان معصب بزاف من هاد الحكم، ويومين قبل ما يموت كلاي كان كيهدو باللي راه غادي يقتلو. هنا الشرطه اوتوماتيكمون غيمشيو يجيبوه وغادي يحقوا معاه، ولكن السيد كان واضح وكيقول لهم انا كارهو ومعصب من الحكم اللي عطاوه، وفعلا هددتو بالقتل، ولكن راه ماشي انا اللي قتلته. كان فعلا كانوا عنده حجج كتبت ما كانش الحي هذاك النهار كامل، وغادي يطلقوا البوليس. الشرطه غادي يفكروا يرجعوا يدووا مع مرته اللي هي مولي. اول مره غادي يحقوا فيها مع مولي كانت مكالميه وظريفه وحزينه بزاف على راجلها، ولكن هاد المره ملي مشاو عندها البوليس للدار وغادي تدخلهم وغادي تحط لهم شي حاجه يشربوها، وبانت ليهم باللي الدنيا بحال رجعت للطبيعه ديالها، مبقاش داك الحزن على راجلها كيف ما كان في الاول. واول ما غادي يسولوها واش كتشكي في شي واحد يقدر يكون قتل راجلك، هنا السيده غتسيب وغتعصب وغتقول لهم انا ما عنديش وقت لهاد الاسئله، ما كاين اللي اذاه ولا شي حاجه. السيد كان مكتئب من الموضوع ديال الحكم واللي مازال ما تنفذش، وباين هو اللي قتل راسو. فبلا ما تبقاو مصدعيني وخرجوا عليا من الدار وما تبقاوش تعاودوا تسولوني عليه شي مره اخرى. البوليس غادي يخرجوا وغادي يخليوها بخاطرها. ينفوا البوليس غيطلعوا السياره ديالهم غادي يقولوا نفس الهضره، باللي هاد خيتنا ماشي هي هاديك وكاينه شي حاجه مخبياها. قالوا اجي نحققوا شويه في الموضوع ديال هاد الدريه، وهنا غادي يلقاو واحد الحاجه اللي غادي تخليهم يشكوا فيها اكثر، وهو ان كلاي مخلص واحد لاسيرونس على الحياة ديالو ب110,000 دولار، أي 110 المليون، في حالة إلا مات غتاخدها مرتو. والمصيبة كثر من هادشي أنها ملي مات راجلها وهي يوميا في التليفون كتعيط لاسيرونس وكتصدعهم باش يعطيوها ديك الفلوس. والحاجة أخرى اللي غادي يكتشفوا أن مولي كانت مصاحبة مع شي واحد آخر جديد وكانت كتخرج معاه وكيجي عندها حتى للدار، ومازال ما دازت حتى 3 سيمانات على الموت ديال راجلها. الجيران والمربي ديال الاطفال اللي عندها في الدار كلهم كيقولوا بلي الدري اللي عنده 4 سنين ما كانش حامل هذا السيد اللي دخل في حياتهم. الدري غتغير التصرفات ديالو ولا عدواني وديما كيغوت باللي باغي الاب ديالو، ومع هاد الشكوك كامله فرا ما كاينش شي دليل قوي كيثبت الادانه ديالها. غادي تدوز الايام وما لقاوش شي دليل، ما عرفوش شكون اللي قتل كلاي. وهنا غادي يرجعوا يراقبوا مراتو مولي 24 ساعه على 24 ساعه يشوفوا كل التحركات ديالها. في البداية التقارير اللي كانت كتجي على مولي كانت عاديه طبيعيه، كتفيق الصباح كدي ولدها للمدرسه كتمشي للخدمه، ومن بعد 6 شهور على الموت ديال كلاي. وفي واحد النهار وهي راجعه من الخدمه وقفات الطوموبيله حدا واحد المحلات تجاري، ولكن في العود ما غتدخل المحل التجاري غادي تمشي لواحد الطوموبيله كانت واقفه في الباركين واللي كانت من نوع فورد موستانغ، سايقها واحد الشاب شعرو كحل. وقفات كدوي معاه وبقات كتشوف على اليمين ديالها وعلى اليسار واش شي واحد كيشوف فيها، وغادي تركب معاه وغادي يتحركوا. البوليس غادي يبقاو تابعينهم حتى اللي غيوصلوا لواحد المطعم، وقفوا الطوموبيل ونزلوا باش ياكلوا. غادي يدخلوا البوليس اللي كانوا سيفيل حتى هما المطعم بحالهم بحال جميع الزبائن، وغادي يوقفوا في الصف. وهنا البوليسي مع غادي يشوف فيهم غادي يتشوكا، وكيف ما قلت لكم في البدايه غادي يحط يدو على السلاح وغادي يعلم صاحبه اللي معاه وغادي يمشيو عندهم. والمفاجاه هنا ان السيد اللي جالس مع مولي هو كلاي اللي المفروض انه مات. الحاجه الوحيده اللي مبدله فيه انه صبغ شعره بالكحل. وهنا غيكتشفوا باللي مولي وكلاي دايرين هاد الفيلم كامل ديال الموت ديالو باش اول حاجه ما يتحكمش في الحكم ديال البنت الصغيره اللي تعدى عليها، وباش ياخدوا 110,000 دولار ديال لاسيرونس. والمصيبه الشيء اللي كانت في الطوموبيل
كانت لواحد المرأة عمرها 81 عام. كلاي مسخوط غادي يحفر القبر ديالها وغادي يخرجها ويحطها في الطوموبيل ديالو وغادي يدخل الطوموبيل في الشجر على جنب الطريق وغادي يشعل فيها العافيه. الخطه ديالهم في البدايه كانت ناجحه وفعلا الناس كاملين تيقوا باللي راه مات فعلا، وكل شيء كان كيسول كيفاش مات، ولكن حتى واحد ما كان عارف ولا فكر باللي راه باقي عايش. في الاول ملي دار هاد القضيه مشى وعاش في مدينه اخرى، ولكن ما قدرش يتحمل هو مولي البعد وطاح لهاد الفكره وغيصبغ شعره بالكحل وغادي يرجع يعيش معاهم في الدار. ولدها اللي عنده 4 سنين كان فاهم باللي هذا راه باه، ولكن غير صابغ شعره. بقاو كيضلوا يقنعوا فيه باللي هذا ماشي باه. هادشي علاش الدري مسكين غادي يدوخ وغادي يتغير السلوك ديالو ولا كيغوت ولا عدواني. هما بجوج غادي يتم الاتهام ديالهم بالاحتيال على شركة تأمين. مولي غادي يحكموا عليها ب20 عام ديال الحبس وكلاي 30 عام ديال الحبس و20 عام إضافية لحقاش انتهك شروط المراقبة اللي كانت عليه في القضية ديال البنت اللي عندها 7 سنين. القصة سالات، نتمنى تدعمونا بلايك، وإلا عجبكم هذا المحتوى نكملوا فيه. تهلاو في راسكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.